مشاهدينا الكرام، ادم وحواء والسلوكيات اللي بتاثر على العلاقه بينهم على فكره من اعقد واسهل العلاقات هي العلاقه بين الزوجين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عليها الميثاق الغليظ، وطبعا يعني علاقه مقدسه، ولكن بيحصل فيها خلافات ممكن تتراوح ما بين المعقده والتافهه واحيانا بتؤدي للانفصال. لكن خلينا نتكلم ازاي العلاقة ديت بتبقى ليها حيثيات كتير قوي، واحيانا الناس ما بتعرفش تحكم فيها. علاقة مطاطة على فكرة. برحب بضيوفي النهاردة كابتن عماد غنيم، استشاري الصحة النفسية والعلاقات وتنمية المهارات. برحب يا ايضا. مساء الفل يا على مساء حضرتك يا استاذ علا، النور. مبسوط اني معاك النهارده في ومعانا استاذه سالي كمان. استاذة سالي سامي، اخصائي الصحة النفسية. تمام، اهلا بيك يا اهلا استاذ عمر. بيكم وشرفتونا النهارده في استوديو ادم وحواء. خلينا نتكلم اولا مع كابتن لو تسمح لنا، يعني كابتن طبعا. نتيمم باليمين. كابتن عماد، خلينا في البدايه نتكلم نقول طيب، هي علاقه ساعات بتبقى لطيفه جدا وساعات تبقى متوتره. صحيح. تفتكر يعني لو احنا قلنا ايه اهم الاسباب اللي ممكن تخلي العلاقة دايما متوترة؟ دايما يعني في ناس انا بشوف فرق مستمرين بس دايما العلاقة متوترة. هو في الحقيقه طبعا انا بحييكم جدا على اختيار الموضوع، لان انتم مختارين موضوع فعلا ناس كتير بتغفل عنه. انتوا عايزين تتكلموا عن المشاكل البسيطه اللي بتعمل تراكمات بتوصل في الاخر للانفصال. يعني مش الحاجات الميجور، يعني مش الخيانه، يعني الخيانه لا على طول لا تعمل كسر وشرخ وعلى طول تمام. شكرا ومع السلامه. انما الحاجات البسيطه اللي هي في الاخر بتوصلنا واحنا مش واخدين بالنا، ان احنا في الاخر نقول ايه، انا مش عايز اكمل وخلاص، انا اتزهوستد او جيف اب من الريليشن دي. ترسبات. بالظبط، تراكمات بقى، ترسبات، حاجات قديمه. ففعلا هي في الاول وفي الاخر عايز اقول لك، هي الاختيار مطلوب، الاختيار مهم جدا من البدايه. صحيح. عشان الاختيار الغلط هيوصلنا للتراكمات دي. التراكمات بقى دي حاجات كتير قوي، يعني طبعا اكيد عدم الاهتمام بالطرف الثاني، عدم التقدير للطرف الثاني. احنا لو قلنا الخيانه حاجه ميجور، فبلاش الخيانه، في حاجه اسمها خيانه الكترونيه، عايز اقول لك دلوقتي منتشره ماشي. جدا لا احنا يعني احنا زي ما حضرتك قلت الخيانه دي لا، دي الطامه الكبرى يعني. بالظبط. خلينا نقول انما الخيانه الالكترونيه ممكن في بعض الحالات ما بين البارتنرز وبين الازواج بتبقى، يعني لما حد بيشوف حد ممكن بنلوم بعض، انت ده بيتكلم، يعني مثلا حد غريب مثلا بعت لحضرتك صباح الخير، شافها البارتنر بتاعك، فيقول لك مين دي؟ هنا مش هيحصل طلاق، بس هنا هيحصل ديبيت بقى، مين ده؟ ازاي يبعت لك؟ ليه يبعت لك؟ شك. فعلى طول انت هتقولي ده عامله بلوك، او ده فلان ده مش عارف ايه، عامله بلوك خلاص وشكرا، بنكمل بنجو اون. بس كل الحاجات دي بتعمل تراكمات، زي برضو ان احنا عدم التقدير للطرف الثاني، عدم الاهتمام. طيب خلينا نسال حواء. اوكي. استاذه سالي. أيوة. نقول ما هي اهم الحاجات اللي ممكن تكسر المراه معنويا؟ اكتر حاجه ان الراجل بيعتبر ان الست في البيت حاجه بتاعته. يعني خلاص هي موجوده وملكه، ما بيحاولش يعمل اي حاجه علشانها. اهمال. الحالات دي جاتلك؟ يعني حالات زي كده جاتلك ولا لسه انت؟ في كتير جدا يعني. وكمان في حاجه مشكله كبيره جدا، ان ساعات بيبقى فيه اهمال وكل واحد عايش حياه مختلفه. يعني هم بيبقى في النهايه بيجي كل واحد في وادي. يعني ده ليه حياته وهي ليها حياتها. دي مشكله. يعني اللي هو مجرد بس هو اسم بين يعني اسمهم قدام الناس هم متجوزين، بس حرفيا ده ليه حياه والتاني ليه حياته تانية، حياه تانية خالص. وده بيسمح لناس كتير قوي انها ساعات بتدخل للشخص تربه خصبه. بالظبط، ان هي تدخل له تهتم بيه او يدخل لها خاصة يهتم بيها. حلو قوي. في الحته دي بقى المشكله ان ايه، ساعات ده بيضعف وساعات دي بتضعف. تمام. خاصة لو مفيش اولاد بيبقى تربة خصبة جدا. بالنسبة للرجل تربة خصبة، لكن المرأة بقى حسب الظروف. بس عايز اقول لك، اتفضل. ده مش عشان مفيش اولاد، لا، ده احيانا بنسبة 60-70% لما يبقى فيه اولاد الموضوع ده بيزيد شوية. ليه بقى؟ لان كل واحد يعني ايه، بينغمس وبينهمر اكتر في المشاكل. يعني الراجل بقى شغله وحياته وطبيعته، والست بقى بتنزل تودي تمارين وهي
انا بقول الخيانه ممكن تقل شويه لو في اولاد لا بالنسبه بالعكس، للمراه. لا علميا بتهتم بقى لا علميا وفق الدراسات بتزيد. يعني انت عارف لما يبقوا الاثنين سنجلز وما فيش اولاد في اهتمام شويه، عندهم وقت ان هم يهتموا ببعض. انما لما بينغمسوا بقى في الحياه، يعني في ست بتروح تمارين بقى وتتعامل مع مدربين وتتعامل بقى تعرف على، فبتنزل بقى وهو مثلا في شغله، فالحياه بتاخدهم عن بعض. لا دي حقيقه، ودي هي بيبقى ليها وفق حياه الدراسات يعني طبعا مختلفه تماما عن حياته. فهي ممكن تقابل ناس كتير ويدخلوا لها في نقط الضعف اللي هو اصلا مش هي خلاص ملكه في البيت يعني. الكلام الحلو، الاهتمام، التقدير يدخل لها في حتت هي محتاجاها فعلا. يعني اي انثى بتبقى محتاجه حاجات. كمان نقطه مهمه قوي، احنا ليه بنقول لما بيبقى في اولاد؟ لان الاولاد معناها ان هم بقى في وقت متجوزين بقى لهم فتره، ودايما المشاكل اللي هي الروتين والرتابه والملل، وان كل واحد بقى في وادي وكل واحد بقى ليه حياته وكل واحد منعزل تماما عن الطرف الثاني، بتيجي بعد وقت. يعني عمرها مثلا ما تلاقي حد من الطرفين العلاقات مثلا بيبقى فيه خيانه خلال مثلا اول 5 سنين، ده صعب قوي يعني، الا لو هو بقى الا لو هو او هي في طبعهم الخيانه، حتى ولو الخيانه على السوشيال ميديا اللي هي خيانه الكترونيه. انما بصي بقى مثلا اللي عندهم بقى لهم 10 20 سنه، ده عايز اقول لك ده مؤخرا والناس يعني ما اعرفش هياكدوا معايا الكلام ده، دلوقتي بقت الجوازات اللي بقى لها 20 و25 سنه بينفصلوا. حتى بقول لهم طب انت هتنفصلي ليه وانت هتنفصل ليه؟ بقت موضه، ما هم بيردوش عليا، هو يعني خلاص احنا عندنا اولاد وربينا وعملنا وكبرنا، بس انا عايزه ابقى مع نفسي، انا عايزه ابقى منفصل. هو ممكن كابتن عماد يكون هو لود عليها، لود، هي ما عادش مستحمله اللود. الحوار ده بقى منتشر جدا في يعني ايه، تقول لك انا قاعده لوحدي، خلاص بقى كده كده الولاد هم مسؤوليتي. بالعكس هو بقى في شخص تاني مفروض تحضر له ساعات اكله وتعمل له لبسه، ففي لود زياده. يعني هي مش مستفاده اي حاجه غير، فحتى لو هو ساعات بيبعد هي بتحس ان ايه ده، في لود كبير قوي تشيل من عليها. يعني خصوصا لو هو مش بيعوض لها حاجه ومعتبرها اكنها كده في البيت ملهاش اي لازمه، فلا بتحس فعلا ان. كابتن عماد خليني اتكلم في جزء حضرتك قلت الخيانه، لا في حاجات تانية برضه، البخل طبعا، بس من الحاجات القويه جدا. انها ميجور ولا حاجات تعمل تراكمات؟ ميجور، وحسب القدره بقى تتحمل ولا ما تتحملش. طيب ما انا هرجع برضه اقول لك يا استاذه علا، طب ما البخل ده من المفترض ان انا في الاول في فتره التعارف يبان، فبالتالي انا مش صح ان انا ادخل يعني ايه في بعض الحاجات كتير بتقول لك هيتغير في الجواز. لا زي الطباع ما بتتغيرش طبعا. يعني مثلا البخل ما يتغيرش لو هو مش مهتم قبل الجواز بالعلاقه ومش عاطفي ومش رومانسي، اكيد هيبقى بعديها مش هيبقى، لا برضه هيستمر في ده. في حاجات بنكتشفها، انما اللي نكتشفه في الاول ونعرف نكمل خلاص استحمل واستحملي. انما في حاجات ممكن تتغير. يعني مثلا انا ما اعرفش هو بيهتم بيا، هو دلوقتي مهتم بيا بس بعد الجواز هيهتم بيا ولا لا، ممكن ما يهتمش، فاذا هنا في حاجه جدت. انما هو كان بخيل قبل الجواز، هيبقى بعد الجواز هيبقى كريم، اكيد هيبقى يعني الحل هنا بموضوع بالظبط هيبقى اصعب. يعني هو قبل الجواز بيحاول يبين اكرم حاجه عنده، صحيح. بعد الجواز الدنيا يعني هيبان على حقيقته اكتر. يعني دي حقيقه على فكره. لكن خليني برضو اسال استاذه سالي، طيب ناس بتقول انا اخد اللي شبهي، اعتقد ان البنات اللي بتقول كده هي بنات واعيه قوي. احنا ما كناش كده. البنات اللي بتقول كده تقول لك اخد اللي شبهي، وده مهم. لان فعلا العلاقه اللي بتنجح اللي فيها حاجات مشتركه، يعني بيعملوا حاجات مشتركه زي بعض. في وقت في حاجات هم بيحبوها، يعني هم الاثنين بيحبوها. يعني مثلا لو بيروحوا الجيم، فهم الاثنين في وقت مثلا بيروحوا الجيم مع بعض، مثلا بيحبوا يعملوا مثلا رياضه معينه، يقعدوا في مكان معين، يلعبوا مزيكا معينه، ففي حاجه مشتركه بتجمعهم. فدوت طبعا بيزود العلاقه ما بينهم. بيخلي ان هو مش كل واحد ليه حياه، يعني في جزء ما بينهم مشترك. طب كابتن، في ناس تقول لك احنا لازم نكمل بعض مش نبقى شبه بعض. بصي تحديدا في النقطه دي في يعني في اللايف كوتشنج في يعني انا كنت حاولت ان احنا نعرضها بس للاسف مش كان صعب ان احنا نعرضها. في سلايد كده بتقول ان الريليشنز ما بين الاثنين عباره عن زي السيركل.
انا سيركل وحضرتك سيركل والاستاذه سالي سيركل. الاثنين البارتنر لو هم كل واحد كل السيركل بتاع كل حد، يعني انا والبارتنر بتاعي لو احنا الاثنين كوبي بيست على بعض بالشكل ده، يعني الدايرتين فوق بعض تمام 100%، دي هتبقى علاقه فاشله. ليه؟ احنا شبه بعض زي ما انت سالتي سالي، شبه بعض، اخد اللي شبهي. ليه مش هينفع الاثنين يبقوا 100% شبه بعض؟ لان الحياه هتبقى كلها روتين ورتابه وملل وزهق، انا يمين هي يمين، شمال شمال، مفيش يعني ايه، مفيش حاجه تعمل ريليشن، تعمل حاجه تجديد. وبرده دي بتفشل العلاقه دي. واللي بيفشل برده ان تبقى التو سيركل كده كل بعاد عن بعض، يعني احنا الكومن سيكتور 0%، يعني انا بقول يمين لا هي شمال، طب انا مش يعني في تقاطع بقى، مش متفاهمين، مفيش تفاهم، على طول في اختلاف، مش متفاهمين، مش عارفين مناطق مشتركه ما بيننا. فعشان كده انا بفضل، وده دايما العلاقات الناجحه انها يحصل تبقى تقاطع بين الدايرتين، بالظبط، يبقى في كومون. كل ما تكون المنطقه دي مثلا 50% تبقى ده احسن حاجه، يبقى انا عندي 50% تانية اللي هي برايفسي بتاعتي انا بروح لها، وهي عندها 50% تانية برايفسي بتاعتها هي. بس برضو عشان الناس تبقى فاهمه، البرايفسي هنا مش معناه انا هعمل اللي هعمله تعمله، لا طبعا. احنا في العلاقات او في الريليشنز بنقول ان في حاجه اسمها مبادئ العلاقات الناجحه. وليه بنقول مبادئ العلاقات الناجحه؟ لان عشان تبقى تنجح، يعني مش اي علاقه ممكن تنجح. في ثلاث مبادئ مهمين قوي. رقم واحد الكونفيدنس اللي هي الثقه. رقم اثنين الصراحه كلاريتي. رقم ثلاث كونفيدنس وكلاريتي وفرانكنس، الوضوح والصراحه والثقه مهمين جدا. لازم ابقى انا واضح في علاقتي مع الطرف الثاني، احنا الهدف من العلاقه دي ايه، ونكون واضحين مع بعض. يعني ما يبقاش احنا متجوزين بس وانا في وادي ثاني وهي في وادي ثاني، وانا عامل نفسي مش شايف وانا بره مقضيها. فلازم يكون في وضوح في العلاقه اللي ما بيننا، لازم يكون في صراحه ما بيننا احنا الاثنين، لازم طبعا يكون في ثقه عشان لما اروح انا للبرايفسي بتاعتي وهي تروح للبرايفسي بتاعتها، ابقى انا عارف هي مش بتعمل حاجه غلط وانا مش بعمل حاجه غلط، بس كل واحد بيفصل عن التاني. في حاجه مهمه قوي بقى بعد الصراحه والوضوح والثقه، وهي البوردرز او الليميتس اللي هي الحدود. الحدود دي مهمه جدا، دي بقى بتقوم العلاقات الناجحه وتحافظ على استمراريتها. يعني انا كده عملت علاقه ناجحه ازاي؟ ان بقيت واضح وصريح وواثق. الثلاثه دول مهمه قوي. الحاجه الاخيره بقى كمان كنت بقول اللي هي البوردرز اللي هي الليميتس اللي هي الحدود. الحدود بقى دي ان انا ما ينفعش ان انا اتجاوز مع الطرف الثاني، ما ينفعش ان انا امد ايدي على البارتنر بتاعي، ما ينفعش ان انا اضربها، ما ينفعش ان انا اشتمها، ما ينفعش ان انا اغلط فيها. كل الحاجات دي تخلي العلاقه تبقى ناجحه اكتر وتؤدي الى استمراريتها، يعني تبقى مستمره اكتر. نقول برضو استاذه سالي، يعني برضو نترجم برضو كابتن عماد بيقول يعني الحريه الشخصيه، المفروض ان انا ليا حريتي الشخصيه بالنسبه للزوج والزوجه. طيب هل الحريه الشخصيه تخليني دايما اتابع موبايلها او دايما اتابع موبايله؟ لا طبعا. يعني انا لو مسكت موبايله كده ولقيت مش عارف ايه، هو ممكن يكون عامل مصيبه، بس يقول لك بقى طب انت مسكت موبايله ليه؟ عشان ما فيش ثقه. يجي بقى الناس تيجي تعاتب، يقول لك انا لقيت كذا وكذا وكذا، يقوم ماسكين في ايه بقى؟ وانت مسكت موبايله ليه؟ عارفه زي اللي هو مسك مخدرات بس معهوش امر تفتيش. هي دي مشكله. هو فعلا المشكله ان لما بيكون في عدم ثقه بين الاثنين بيبقى هي يعني ايه، يعني انا اعرف ناس قابلتهم يعني قدامها الموبايل مفتوح مش عايزه تشوفه، مش عايزه تفتحه عشان ما تتضايقش. حاسه يعني لا انا خليني مش متضايقه، لو فتحته هتضايق. صحيح. فانا مش عايزه هو مفتوح لا مش هفتحه عشان ما اتضايقش، مش عايزه اشوف حاجه تضايقني. هيجي يوم وهتفتحه. لا لا ما دي مشكله. على فكره كمان لو لقيناها العكس، لو هو فتح موبايلها ولقى مشكله هتبقى مصيبه. مش هيدوروا بقى على هو فتح موبايلها ولا لا. هو ساعتها هو مش هيقول لا مش عايزه اشوف، هو هيشوف على طول. هيشوف والغلط هيبقى قوي جدا. أيوة. لكن خليني اقول انت حطيتي ايدك على نقطه على فكره، يعني اتفضل. دي 60-70% من المشاكل اللي بتنتهي دلوقتي الانفصال دي بدايتها للاسف. وبس هو ده نتيجه ومردود اللي احنا قلناه من اول الحلقه، اللي هي ايه؟ المشاكل البسيطه. لا المشاكل البسيطه اللي بتوصل في الاخر لتراكمات وترسبات، وفي الاخر بتخلينا انا بقيت في وادي وهي في وادي، ما انا الوادي بتاعي بقى خلاص، ما انا بكلم بقى اكس وواي وزد ومش عارف مين وبتاع، وهي مش عارف. فادي في الاخر بقى بدور وراها. لا ما انا اصلا ما عملتش بيلد اب للريليشن بيننا احنا الاثنين عشان تبقى هي معايا انا بس. فبالتالي خلاص انا يعني كلمه صباح الخير انا بقولها لحد تاني، هي برضو بتقال لها صباح الخير من حد تاني.
فبقت هنا الريليشنز ما بقتش مبنيه ما بيننا احنا الاثنين، ما بقناش احنا نهتم ببعض، ما بقاش في لغه حوار، ما بقاش في مشاركه، ما بقاش في اهتمام، ما بقاش في حب، ما بقتش انا بشبع حاجتها اللي هي سواء كانت يعني ماديه، نفسيه، عاطفيه، رومانسيه، جسديه، نفسيه، رومانسيه، كل اللي هي المشاعر كلها لازم يعني. عشان كده التو بارتنر مهمين جدا ان هم دايما يكونوا مع بعض على تواصل، حتى ولو في المسؤوليات. بمعنى هتلاقي مثلا الاستاذه سالي بتقول لك ايه في بدايه الحلقه، بتقول لك انا مثلا بنزل اودي التمارين وهو في شغله، يعني لا، لازم هو كمان يبقى على قدر وينزل لازم هو كمان يودي التمارين، في برضه يودي مشكلة الدروس، كبيرة لازم. قوي. حضرتك بيودي التمارين وفي شغله، هي بتودي التمارين وهو قاعد في البيت عادي. لا، دي زياده قوي، دي صح. زياده قوي ايه حضرتك ده؟ ايوه، ما انا كنت بيحصل. لسه هقول 60 كمان. 70% من الناس كده. ايوه، في مشكله كمان ان دلوقتي ان في رجاله بتخلي ان الستات يعني تصرف يعني بتشارك في البيت زيها زيه. بس مفيش مشاكل، استاذ سالي بتتكلم في الموضوع لانه عجيب. بتسيب في دي البيت يا باشا، ده هي بتحط لو 50-50 يبقى هو كرمها. لا، بس هو مقتدر، لا، ما في بس لا، عشان ده نفرق ما بين يعني مقتدر في ايه بقى؟ لا فرق يا ما باشا، بين هو حاجتين. مقتدر وكل حاجه، بس آه. بيقول لك مش انت بتشتغلي يبقى انت تشاركي اقتصاديا، ما والحاجات هي دي بتعمل بتشارك فجوه. يعني. بتشارك ايه؟ بتشارك ب 50% فيما فوق. دي عامله فجوه قويه ما جدا. هو كده صح. خلي بال حضرتك. بتشارك بس مش الزام عليها، مش كوميتمنت يعني. يا هي استاذي يا هي بتقول إن هو كابتن، commitment. بقى الزام، مم. بقى الزام مع الضغوط الاقتصاديه، بالاضافه ده بعد عن الدين، لان طبعا. حصل تبادل ادوار، صحيح. والرجال بالظبط قوامون كده. على النساء بما صحيح. انفقوا. صحيح. فحضرتك تبادل الادوار، وان ما بيصرفش عليا اصلا، ده المفروض يديني انا يصرف عليها ويصرف على البيت. فلوس مصروفي انا، صحيح. وما بيصرفش على البيت، وكمان بيخليني اشارك باكتر من 60-70% في البيت. يبقى ليه قوامه ازاي؟ صحيح. ازاي بقى هي هتقبل بعد كده ان هو يشبع رغباتها ويشبع عاطفتها ويشبع مش عارف ايه؟ صحيح. هو كده بقى بما عبء ان عليه. اذا كده، بما ان اذا صح. 70% من البيوت المصريه، طبعا انا متفائله وبقول رقم مش حقيقي، على الوضع ده. فمعلش، هو الموضوع ربنا ما سابوش كده، يعني في حاجات معينه ربنا اكد عليها. القوامه للرجل، الرجال طبعا. تمام. طبعا. حتى في ناس بتخفي الموضوع ده. الميراث، لما ربنا سبحانه وتعالى قال الذكر مثل حق الانثيين، لان الولد ممكن في وقت من الاوقات يصرف على اخته. صح. بس ما بيحصلش. ففي حاجات معينه ربنا ما سابهاش كده. العلاقه الزوجيه، الزكاه، الميراث، ما سابهمش هباء، كتب محددات. صح. بالظبط. لكن نيجي بقى مثلا زي اللي بيحصل دلوقتي، حضرتك تشوف السوشيال ميديا واللي حصل في المنوفيه، وقتل مراته، يقول لك اصل كنا بناكلها، اصل مش عارف ايه، ويضربوها. ايه ده؟ ايه العنف اللي موجود في المجتمع المصري ده؟ مؤخرا بقت اتفضل. للاسف في معدل الجريمه زاد كمان مؤخرا شويه. ايوه. نتيجه يعني وبمختلف الاعمار، سواء كان على مستوى الناس الكبار والاطفال. ففعلا معدل الجريمه لما زاد، ده مردود برضو ونتيجه وسبب للي احنا وصلنا له. فعلا زي ما انت حضرتك قلتي، ده بعد عن الدين، بعد عن عاداتنا وتقاليدنا، طبعا. بعد عن عاداتنا الشرقيه وتقاليدنا وعاداتنا. طبعا. كمان نتيجه اللي بقى حصل انفتاح على السوشيال ميديا، فبقينا يعني اللي بيحصل يعني بقى العالم كله دلوقتي بقى خلاص على الموبايل بتاعي، فانا بشوف اللي بيحصل بره في اوروبا وبيحصل هنا يعني في اي مكان. فبالتالي نتيجه الانفتاحات دي والسوشيال ميديا بالشكل ده، فخلت ان يعني فتحت افق وفتحت مدارك الناس. يعني هو برضو الخيانه، عايز اقول لك احنا في بدايه الحلقه قلنا على حاجه ميجور صعبه، اللي الخيانه. دلوقتي الخيانه بقت سهله جدا على فكره. انت ممكن على السوشيال ميديا واعلى درجات الخيانه، يعني قصدي ما بقتش مش لازم الخيانه بمفهومها بتاع زمان بقى وقابل واحد وبتاع الكلام الفاضي لا خالص، بالعكس دلوقتي بقت سهله وبسيطه. بالظبط، بقت سهله جدا كمان. فبالتالي فعلا كل ده بقى مردود ان احنا لحياتنا، للتحديات الكتير اللي احنا بنعيشها وبنشوفها، المشاكل اللي برضه اللي احنا بنشوفها. انا برضه شايفه يعني ان الراجل لو هو فعلا يعني قام بدوره صرف على بيته واشبع رغبات مراته، عمرها ما هتبص بره. صحيح. تبادل الادوار. يعني هو اصلا السبب ان ممكن واحده تعمل كده ان فعلا تبادل الادوار. يعني انا عايزه اقول لما بتجيلك سيدات المفروض حصل تبادل ادوار، طيب خلاص هتعمل ايه؟ وبتكمل المسيره على كده. فاحنا عايزين نقول لبناتنا اللي لسه هيدخلوا حياه، ما تقبليش ان انت تاخدي دور مش دورك. بالظبط. ما تقبليش. ما ينفعش اصلا. ما تقوليش اصل ماما كذا، لا، ماما خلاص
ماما غلطت. ماما غلطت ما مثلا. نغلطش غلطة ماما. اه بتقولي لها كده؟ اه ما مهم. نغلطش غلطة ماما عامة مم. في اي حاجة يعني. مهم. يعني انا دايما لما حد بيقول لي ما احنا ما عملناش كده، طب مم. معلش النتيجة اللي انت وصلت لها مش عاجباني اصلا، ليه اقلدك؟ ليه صحيح. اعمل اللي انت عملتيه ونتيجتك اصلا مش عاجباني صحيح. يعني ما ساعات بناتي بيقولوا لي كده، يقول لك نتيجتك، بس انا بقول لها انا عملت بيت وعملت ربيت اولاد في ايجابيات، مش لازم اذكر السلبيات كلها. وبعدين عايزه اقول ما تمشيش دايما ورا قلبك، فكري. يعني في صحيح. جيل قديم كده ماشي مم. ورا قلبه، فالدنيا مش. بس ما ينفعش يكون معايا كابتن عماد غنيم وما اسالوش ولو في حاجه بسيطه كده، يعني كلمتين بساط عن مو صلاح. عن صلاح صحيح. ما نزل ولعب واتبسط او امبارح اتبسط اهو، الناس امبارح كلها وتمام. اتبسطت ولعب وعامل اه اسيست اهو، وضيع كوره. يعني لولا ان هو لو مركز 100% والنفسيه تمام مم. كان فرح تمام. الناس كلها. بس يعني انا طبعا بشكركم كابتن عماد غنيم، استشاري الصحه النفسيه والعلاقات وتنميه المهارات، وبشكر شكرا طبعا لحضرتك. الاستاذه سامي اخصائي الصحه النفسيه. شكرا شكرا لكم. ليك، مبسوطين شكرا ان انا ليك، معاكي ميرسي النهارده، جدا يا ومبسوط ميرسي انت معاكي انت جدا. ان حضرتك شاء الله وسالي. تتكرر شكرا تاني، ان شاء الله. إن شاء الله، ونشوف ميرسي جدا استاذه ليك. سالي وكابتن عماد ان شاء الله. ميرسي.